ازاي يا رشا بتقدري تدبري وتوفري وتجيبي الحاجات دي؟ ازاي وانت مصروفك قليل؟ ازاي وانت مصروفك باليوم؟ ازاي؟ لا انت اكيد بتحطي من القبض بتاعك بتاع الشغل. اسئله كتير جات لي جدا الفتره اللي فاتت على الفيديو بتاع الفراخ اللي انا عملت تقطيعات للفراخ وتفريزات. ازاي انك انت بتقدري تلاقي وقت تعملي الكلام ده وتلاقي وقت تشتغلي؟ هقولك في الفيديو ده كل الاجابات على كل الاسئله اللي انت سالتيها لي في الفيديو اللي قبل اللي فات. بس صلوا بينا على الحبيب علشان قلبنا يطيب. صباح الفل وصباح السعاده وصباح الهنا. وحشتوني جدا جدا يا بنات، طمنوني عليكم في الكومنتات. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رجعت من الشغل جري كالعادة كالعادة، والعادة دي هنبطلها قريب جدا جدا. تمام. ليه بقى هنبطلها قريب جدا؟ هقول لكم. اول حاجه كده دخلت علقت على فنجان قهوه كده يظبط الدماغ من الصداع بتاع العيال بتاع طول النهار. ودخلت على المطبخ كده قلت يا بنت سمي الله وخشي اعملي الاكل. يلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا. ولو اول مره بتشوفيني، انا اختك رشا ودي قناتي. طبعا يشرفني ويسعدني وجودك معايا في القناه، تاج على راسي من فوق وشرف ليا طبعا. حطي لايك للفيديو ويلا بينا اشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش. بصي بقى، انا كان عندي بتنجان كده، بتنجان اسود. قلت بقى ايه، اطلعه من التلاجة واخلله. اعمل كده ايه، شويه محترمين، احطهم في الفريزر، وايه وقت ما عاوز اطلع منه على القد. ما تسيبيهوش في التلاجة عشان هيحمض منك. الجو اليومين دول يا خرابي، احنا في جهنم بنتحاسب يا جدعان. ربنا يا رب يجيرنا من النار جميعا، اللهم امين، وما يكتب علينا جهنم ابدا يا رب. بصي يا ست الكل، ازاي يا رشا؟ بصوا احنا نصب القهوه بتاعتنا كده، وهاتيلك فنجان قهوه كده ولا كوبايه نسكافيه ولا اي حاجه بتشربيها. وتعالي هقول لك على حاجات النهارده بجد حلوه قوي. بصي يا ستي، انت يا رشا مصروفك باليوم، ازاي قدرتي ان انت تجيبي مثلا 5 فرخات تفرزيهم؟ طيب ازاي قدرتي تجيبي اكله حمام زي دي؟ طيب ازاي قدرتي تجيبي مثلا اللحمه اللي بتفرزيها؟ تعالي هقولك يا ست الكل. انا بفرز فضل ونعمه من ربنا، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد والشكر يا رب. انا بفرز كل حاجه من ايه، من مصروف بيتي والله العظيم يا بنات. من مصروف بيتي. بشتغل، انا بشتغل. هقول لك بقى فلوس شغلي راحت فين الفتره اللي فاتت. اول حاجه، اول ما نزلت الشغل بتاعي، انا تليفوني وقع مني وجيت ارن عليه. طبعا اللي معايا في القناه قديم عارف. جيت ارن عليه، اللي اخده قفله وكده، بس ان شاء الله هبشركم ان التليفون راجع لي. المهم، التليفون ضاع مني، فطبيعي عشان اقدر اشتغل على القناه لازم يبقى معايا تليفون. وجيت بعد كده جبت تليفون من اخويا اللي اشتغل بيه، بس ما ينفعش خالص اصور بيه، الكاميرا بتاعته في ذمه الله. تمام، فخليته للشغل. وطبعا اشتريت تليفون بالقسط علشان اقدر ان انا اصور الفيديوهات بتاعتي. فمن القبض بتاعي انا بدفع التليفون. خلاص. حاجات تانية عليا بقى، قسط مش عارفه ايه، عليا جمعيه مش عارفه ايه، الحاجات، جمعيات الكبيره او الاقساط اللي عليا بدفعها من مرتبي. فكده خلص مرتبي. خلاص. مثلا بنتي عايزه حاجه محتاجه، خلص مرتبي. تمام. تعالي بقى المصروف بيتي، بتاخدي كام؟ انا مش هتكلم على نمط معين، او انا مش هكلمك على مصروف معين. مش هقولك انت بتاخدي مثلا ان انا باخد مثلا 200 او 100 او 50. لا، كل واحد على قد عيشته، او على قد امكانياته، او على قد ميزانيته. خلاص. انت ميزانيتك مثلا 100 جنيه. خلاص. انا قبل ما انزل السوق بشيل 10 جنيه في البيت حرفيا. واهم حاجه بجيبها كل يومين او كل 3 ايام، العيش. العيش ده بقى يا بنات مش بس للاكل، لا، العيش ده انا اقول لكم ايه. بصي يا ستي، انا الاول كنت بجيب عيش على قد احتياجي بس، والباقي بسيبه اجيب بيه فايض عيش، اللي هو بجيب بيه دقيق، اجيب بيه رز، اجيب بيه اي حاجه تانية. خلاص. لا، في حد قال لي يا رشا ليه انت كده بتخسري مش بتكسبي؟ هاتي كل يوم العيش بتاعك، وابدأي انك انت خدي احتياجاتك حطيها في التلاجة، والباقي نشفيه وبيعيه. باقي لأي حد بيشتري عيش. الكيلو بكام يا رشا؟ من 8 ل 10 جنيه. خلاص. حرفيا انا بقيت بعمل كده، باخد احتياجاتي في العيش والباقي بنشفه وببيعه. خلاص. بشيل الفلوس بتاعت العيش دي طول الشهر لوحدها. بجيب منها حاجة انا مثلا محتاجاها في البيت. محتاجة مشاية،
اروح اجيبها. محتاجه طقم كوبايات اروح اجيبه. محتاجه ان انا احوش قرش على قرش على قرش، ومحتاجه اجيب جرام ذهب. حوشي ان شاء الله تحوشي 5 6 شهور. ما حدش بيجري وراكي وبيقول لك حوشتي كام ولا مش كام. شيلي فلوسك وكتمي عليها كده فتره، وبعد كده انزلي هاتيلك ولو ربع جرام ذهب وشيليه. اكتر حاجه ممكن تحوشيها هي الذهب. ليه؟ لان الذهب دايما بيطلع، ما بيرخص، هو بيغلى على طول. فطبيعي لما تيجي تعوزي تبيعي هتبيعي بسعر اعلى من اللي انت جبتي بيه. فخلينا دايما مع فكره ان احنا نحوش ذهب. الحمد لله انا حوشت ذهب وجبت حلق ذهب، اللهم لك الحمد. حوشت يا رشا كل دوت من 10 جنيه؟ لا، جزء من 10 جنيه، وجزء من اول قبض ليا في القناه. تمام. حطيت ده على ده ورحت جبت حلق دهب لبنتي. دي حاجه. تمام. وهو موجود للزمن. هجيب ربع كيلو، اي ربع جرام، ربع كيلو. يا ريت ربع كيلو، والله العظيم يا لهوي يا لهوي. هجيب ربع جرام كمان قريب ان شاء الله اصوره معاكم. بصي يا ست الكل، فانا قررت ان انا ابيع العيش واشيل فلوسه. دي حاجه. مصروفي مثلا 100 جنيه، كل يوم بشيل ال10 جنيه، بنزل اجيب على قد احتياج اكلي فقط لا غير. يعني مثلا هعمل النهارده مكرونه وبيض، ساعات بيبقى عندي مثلا المكرونه ما عنديش، بجيب مثلا، يعني انا بجيب كيلو الا ربع من المكرونه، ومش بعمل الكيلو الا ربع، بعمل ايه، نص وشويه صغيره. لقيت ان فاض مني في الغداء خلاص، بعد كده بمشي على نص كيلو مكرونه. تمام. بنزل مثلا اجيب المكرونه، اجيب البيض، وبيتبقى معايا طبعا من ال100 جنيه. خلاص بشيله على جنب برضو كل يوم هكذا. كل ما بيتبقى ده غير ال10 جنيه، عشان خلينا فكرة ال10 جنيه دي لوحدها بنات. كل يوم على هذا الأساس أشيل أجيب الأكل وأشيل اللي بيتبقى مني، الفكة اللي بتتبقى مني. باجي مثلا آخر الشهر بلاقي معايا مبلغ كويس، 500 600 700. تمام. لو حتى معايا 500 ببدأ إن أنا مثلا في يوم مثلا هروحه عند ماما، باخد مصروفي عادي جدا من جوزي وبركنه، وبزوده على مصروف البيت، وانزل اجيب زي الفراخ على قد فلوسي بشتري. معايا 700 جنيه زي ما كان معايا كده بشتري، مش معايا بجيب على قد فلوسي. وابدا اعمل التفريزات اللي انتوا شايفينها بالنسبه للطماطم للملوخيه للكلام ده كله. كل ما بنزل بجيب، كل ما بنزل الاقي الطماطم مثلا 3 ب10 اجيب لي 3 ب10. معايا ان انا اجيب اكتر من كده بجيب اكتر من كده. وابدا ان انا افرز الملوخيه نفس الكلام، جميع تفريزاتي نفس الكلام اللي انا بقول لك عليه ده. لا بروح استلف، اللهم لك الحمد، لا بروح استلف من حد، ولا بروح اقول لحد اديني على مقبض او اديني على ما احوش او لا خالص. معايا اجيب، ما معيش ما يلزمنيش. ده المبدأ اللي انا ماشيه بيه. كان عندي فلفل، قلت بقى ايه، افرمه كده، حطيت عليه حته تومه وفرمته كويس، وقلت اعبيه في البرطمان زي ما انتم شايفين، وهملح منه البتنجان. مبدئيا انا لابسه جوانتي، ودي مش في عادتي، يعني ما بحبش الجوانتيات اساسا، بس انا يا بنات عندي حاجه كده بتجيلي في الصيف زي اكزيما كده. اكزيما بتخلي مثلا يعني لو الشمس متسلطه على ايدي كتير او الميه كتير، يجيلي حاجه بيضه في ايديا كده، احس ان انا عايزه افضل احكها كده اهرشها يعني. تمام. فالوقت ده كانت عندي، اليوم ده كانت عندي، كنت انا اصلا حرفيا الجو حر جدا، والشمس جامده جدا، وانا شغلي كله في الشارع. فطبيعي ان انا ايدي خلاص متعرضه للشمس الصبح وبعد الظهر. فكنت الدكتور كان قايل لي ممنوع تعرضيها كتير للميه، وممنوع تعرضيها للحراق والحادق والملح والكلام ده كله يعني. فكنت بلبس ايه على قد ما اقدر، ايه، جوانتي كده وانا شغاله على قد ما اقدر. وساعات تلاقوني لا قلعته، مش عايزه اشتغل بيه. تمام. صليتوا بينا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى اله واصحابك اجمعين. طبعا قبل ما نكمل كلامنا انا بشكركم جدا. الفيديو بتاع الفراخ كلكم، او يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه، اللايك الجميل عدى 300 لايك، انا بشكركم بجد. عدى 17,000 مشاهده، ودي حاجه اكبر رقم حصلت عليه مشاهدات في القناه عندي. كمان دخل لي عليه ربح حلو، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. آه كومنتاتكم جميلة، دعواتكم حلوة، كلامكم يكبر الخاطر، ربنا يكبر بخاطركم، جبر يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض، اللهم آمين. انتوا ناس جميلة، ناس بتعرف تكبر الخاطر. قلة قليلة جدا اللي ضايقوني في الفيديو وتنمروا عليا، تنمروا على شغلي وما قدروش شغلي، لكن ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. انا دخلي على الفيديو ده داخل في 400 مشترك على الفيديو ده.
انا مش عارفه اقول لكم ايه غير شكرا بجد. كل ما حد يقدم لنا حاجه، طبعا بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى، ان الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. شوحنا البصله ادتنا اللون الذهبي، نزلنا بالكبد والقوانص بتاعه الحمام. هعمل لكم حمام النهارده، حته اكله يا لهوي على اكل الحمام وجماله. انا بعشقه بصراحه. انا بعشق الحمام، بعشق الفراخ البلدي اللي هي الصغيره الشامورت زي ما بيقولوا. البط بقى الله 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 الله، مش عايزه اقول لكم على جماله كده جنب شويه الكسكسي ولا شويه المحشي. جوعتوني. نزلنا بشويه رز كده، هنبدا نشوحهم لما يدينا اللون الذهبي ويبرد، ونبدا نحشي بالحمام. المهم، كنت بشكركم دايما لما حد بيقدم لك حاجه لازم تشكره. انتوا بعد ربنا لكم الفضل، يعني بعد فضل ربنا وكرمه عليا، انتوا كمان لكم فضل ولكم شكر، لان انتوا وقفتوا جنبي. ممكن ناس كتير جدا عارفه ان الفيديوهات دي ناس كتير بتعملها، فممكن كانت تطلع من الفيديو ناس كتير. الناس الجميله اللي كتبت لي كفايه وقفتك، يعني بصوا الذوق، بصوا الادب، وبصوا الاخلاق. اما واحده كتبت لي ده فيديو متكرر، تقطيعات متكرره وكلام كده، دخلت واحده قالت لها كفايه وقفتها في عز الحر بتعمل كده، كفايه تعبها. دخلت وناس دخلت قالت لي الفيديو ده جه في ميعاده. واحده قالت لها كفايه ثوابها عند ربنا في ان هي بتقدم لبيتها، بتوفر في بيتها وبتعمل. ربنا يجازيكي خير ويعطيكي حتى يرضيكي ويرزقك من حيث لا تحتسبي. بجد جبر الخواطر ده مش اي حد خالص يعرفه، قله قليله اللي تعرفه. ربنا يرضيكوا ويرضى عنكم يا رب. هنا بقى بدات احشي في الحمام. علقت ميه هسلقه. في ناس بتحبه مدسوس في الرز، اللي بيحب ان هو يتدس في الرز يخفف الرز عن العيار اللي بيحطه فيه. يعني الطاجن اللي هتحطي فيه الحمام لازم تقللي رز خالص، لان الحمام بياخد مكان، فعشان يبقى فيه براح كده ان الرز يستوى، وكمان الرز اللي جوه الحمام يستوى. خلاص، صليتوا بينا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا ندعي لاخواتنا المستضعفين في كل مكان، واهل غزه ربنا ينصرهم نصرا عزيزا جميلا طيبا يتعجب له اهل السماء واهل الارض، اللهم امين. ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم، وابويا واموات المسلمين، ويرزق كل اب من حيث لا يحتسب ولا يدري، وكل ام بتجري وعلى عيالها ربنا يرزقك من حيث لا تحتسبي ولا تدري. هحشي بقى الحمام، وعلقت على الميه بتتسلق. البتنجان كانت سلق كمان، سبته يبرد عشان ابدا احشي. خلاص، ايوه خلاص. قلتولي بقى يا رشا هتوفري ايه من العيش؟ وهتوفري فلوس العيش، حطيها لوحدها. هاتي اللي انت نفسك فيه. ممكن يكون عندك نفسك تجيبي جهاز كده يساعدك في البيت، زي مثلا كبتك باظت عايزه كبه، زي مثلا خلاطك مش عندك خلاط، نفسي في خلاط. حاجات كتيرة جدا بتبقى ناقصة في البيت ونفسنا نجيبها بس ما عندناش إمكانيات. لو فكرنا شوية هنبدأ نوفر وندبر. من الجنيه، من ال2 جنيه، اعملي حصالة الفكة. دايما بترجعي في جيبك شوية فكة من السوق، ارميها في الحصالة. خلاص. خلاص هنحشي بقى الحمام بتاعنا هنا. زي بنات واحدة داخلة تقول لي بص والله العظيم 3 لما ما بردش على حد ما بردش عشان ما اذيش قناتي. دي واحدة فاتحة قانون، تمام، بتقول لي يا رشا، هي كتبت لي كده تسلم ايديكي وصلت على الحبيب، وكتبت لي يدوم التواصل ويدوم المشاركة. معنى يدوم التواصل ويدوم المشاركة ان هي عايزة زي ما شهدت لي انا اشاهد لها. بصي يا ست الكل، اول حاجة الله اعلى واعلم انت شاهدتي ولا لا، بس عايزة اقولك على حاجة. مشاهدتك ليا بعد الكومنت اللي انت كتبتيهولي ده ضرر ليا مش خير، تمام. انك انت تكتبي لي يدوم التواصل حبيبتي، انا ما بعملش تبادل على القناه بتاعتي، ما بعملش تبادل مشاهدات على قناتي خالص، ولا اني احط لك لايك تحطي لي لايك، اشاهد لك فيديو تشاهدي لي فيديو. ده خطر جدا جدا على القناه. حطيت طماطم وبصل ورق لورا وشويه فلفل الاسود خلاص، ومش هحط ملح دلوقتي. كان اللبن بتاعي فك اهوت على النار، هبدا ادس الرز بتاعي. المهم، هي زعلت قوي ما ان انا ما ردتش المشاهده. ازاي؟ ما انا لو هرد المشاهده هكتب لها كومنت. خلاص، انا ما بحطش لا لايك على الكومنت اللي زي كده، ولا بروح اعمل تبادل مشاهدات، ولا بحط قلب، ولا كاني شفت الكومنت. ليه بقى؟ في يوتيوب بيراقب الكلام ده. انا والله العظيم 3 اقل مما تتخيلوا. في
يوتيوب يا جماعة بيوقع القنوات اللي هي بتفضل تعمل الكلام ده، والله العظيم بيوقع مشاهداتها وبيوقع ريتش بتاعها، وعمر القناة ما بتجيب مشاهدات. ليه؟ لان انت شغالة تبادل، يا عالم اللي قدامك شاهد لك الفيديو ولا لا. غير كده بيفضل يشاهد مقاطع معينة عشان يوصل لنهاية الفيديو وخلاص. لا، انا مش عايزه يا جماعه والله العظيم الكلام ده، ولا انا متكبره زي ما انت دخلتي كتبتي لي انت انسانه متكبره، او انت عشان فيديو ضرب معاكي فاكره ان كل الفيديوهات هتضرب معاكي. ما انت زينا ومحتاجه ان انت قناتك تكبر يا ستي. انا محتاجه قناتي تكبر، وانا اقل منك، مش هقولك زيك، انا اقل منك، بس انا يعني عشمي في ربنا كبير، واللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. انا راضيه بمشاهداتي، راضيه برزقي، مش عايزه تبادل على قناتي. انا تعبت فيها، انا 3 سنين هلكانه فيها حرفيا، تعبانه من كتر التفكير فيها. بصحى الصبح يا ترى انا هصور ايه، طب قومي اعملي التصوير ده، طب خلصت الفيديو، طب بكره هصور ايه. واحده هتيجي تقولي يا عالم مين يعيش، صح؟ بصوا هنا بقى، حطيت الرز، حطيت معلقتين سمنه بلدي. كنت عايزه افضي في البرطمان الصغير ده، كسلت، فقلت خلاص بقى سيبيه لما يبقى يخلص، هو في حته ايه، ما فيهوش كتير يعني. تمام. حطيت الملح بتاع الحمام بتاعي، هديله تقليبه كده، ولسه ما استواش هغطي عليه. كنت جايبه ملوخيه خضره حلوه كده. اظن يا بنات ده اوان تخزين الملوخيه، صح ولا لا؟ اكتبوا لي كده في الكومنتات، ابدا اخزنها ولا استنى لاخر الشهر؟ مش عارفه. هي لسه عندنا يعني ايه كيلو وربع ب10، فانا مش عارفه استنى شويه يمكن ترخص، ولا اخزنها بقى وخلاص. قولوا لي مين خزنها، وقولوا لي فكره للتخزين غير اللي انا بعملها. يعني انا مثلا يا بنات بضربها في الخلاط بميه متلجه، خلاص بمسكها اقطفها اغسلها كويس، اضربها في الخلاط بميه متلجه. اللي عندها فكره تانية للتخزين تقول. في مره شفت يوتيوبر يعني بتخزنها، بتقطفها وتغسلها وتنشرها تنشف، مش تنشف تبقى ناشفه، لا، يعني تتشفشف من الميه، تحطها على ملايه تنشف كده يعني يا بنات، في المطبخ عادي. وبعد كده تعبيها في اكياس وتدخلها في الفريزر، ولما تعوز تستخدمها تطلعها على الخلاط تضربها. معرفش الفكره دي، مجربتهاش، وخايفه جدا جدا ان انا اجربها بصراحه، لان انا مش عارفه. اما هو الورق لما يطلع مثلا من الفريزر هيطلع مثلا على ما يفك كده يبقى دبلان او يبقى معجن معايا، مش عارفه. وفي نفس الوقت ما هي لو هتطلع هتتضرب متلجه كده هتبقى حلوه. ده اللي انا بصوا، هو انا هجرب كده في كيسه كده اشوف الوضع ايه واجرب معاكم ونقول. خليت البتنجان بتاعي، هاخد الطبق الاسود ده، هبدا ان انا احطه في الفريزر، والطبق اللي هو الصغير ده هسيبه بره نتغدى منه. والباقي مثلا ايه، ساعات بالليل كده بنعمل سندوتش جبنه نحط فيها حته بتنجانه، هسيبه في التلاجة يعني للاستخدام. خلاص. ولما يخلص ابدا اطلع من دوت على قدي. حلو الكلام، حلو الكلام. هعصر، بصي الليمون اليومين دول ايه عظمه، ب10 جنيه الكيلو. تمام. انا شفت ب10 جنيه، بس في ناس بتبيعه باقل من كده على فكره. فانا عايزه اجيب بقى ايه، املحه، اعمل مخلل بقى. هنا بقى جبت الملوخيه بتاعتي، تعالوا نقطفوها كده ونعملوها. بس فانا مش متكبره يا ست الكل، وانا مش عايزه اساعد والله ابدا. لو بايدي ان انا اساعدك انا هساعدك. انا كانت في قناه بعتت لي، كانت بتعمل وصفات، بس ما طلبتش مني اللي انت طلبتيه، يعني ما قالتليش تعالي شاهدي لي، قالت لي لو سمحتي ممكن تنزلي لي منتدى عندك، لان انا يعني الاعلانات والمنتديات عند القنوات الكبيره غاليه. ممكن تكون واحده مش معاها مثلا ان هي تنزل منتدى او تعمل اعلان، فهي جت طلبت مني، قالت لي ممكن لو سمحتي، انا حاولت انزل عند قنوات كتير بس غاليه وانا مش معايا، ممكن تنزلي لي منتدى. قلت لها عينيا حاضر، في اي وقت عايزه تنزلي منتدى انا ما عنديش مشكله. ال1000 اللي بيشاهدوا لي يعني اكيد هيشوفوا جزء منهم، هيشوفوا الفيديو بتاعك. خلاص، ساعات بيجي لي 1000 مشاهده، 2000، 3 1 500، مش مهم. المهم ان اللي هيتشاف عندي هيجي يشوف الفيديو بتاعي. قالت لي خلاص ماشي، وقعدت انزل لها منتدى كذا مره، والله العظيم 3 ما اخدت مقابل جنيه، ما اخدتش جنيه حرفيا. ليه؟ لان انا مش عاملاها مش بشتغل في الاعلانات ولا الكلام ده كله، لا، هي محتاجه ان هي تنزل منتدى عند حد ممكن يكون يتشاف، فاهماني؟
فانا ساعدت في ده. لو كنت قلتي لي حطي لي منتدى او اتكلمي عني في فيديو كنت هعمل كده، لكن ان انت تاذيني في القناه وتخلي الريتش بتاعها يقع لمجرد ان انت عايزاني ادخل اشاهد لك فيديو، فانا اسفه والله العظيم. انا مش تكبر مني ومش غرور مني ولا عجرفه ولا الكلام اللي انت قلتيه لي ده كله. لا، انا بس عشان انا خايفه على شغلي، واي حد في الدنيا بيخاف على رزقه، بيخاف على رزقه. اليوتيوب بيقفل قنوات كتير اليومين دول بسبب انتهاكات في الارشادات بتاعه اليوتيوب. تمام. وانا ما عنديش استعداد ان غلطه واحده تخلي قناتي تتقفل وتتشال من على اليوتيوب وما اعرفش ارجعها تاني. حرفيا مش هقدر استحمل تعب 3 سنين يروح مني كده على الارض. فحقك عليا. انت غلطتي فيا بس حقك عليا ان انا مش قادره اساعدك. بس هنا بقى عملت الملوخيه زي ما انتم شايفين. طبعا اتبقى ما عملتش كل انا جايبه كيلو ملوخيه ما عملتوش كله. انت تحسي الملوخيه هنا غامقه. بصي بقى، بصي تعالي كده. وانا عملتها يعني عملت منها كذا مره وكانت جميله والله الملوخيه. بصي خضره ازاي. اخدت منها اللي طبخته والباقي حطيته في الفريزر. بصي في ناس بتقولي انت بتعملي عينات، والله العظيم 3 ان شويه الملوخيه دول اتبقى منهم طبق. اقولك ايه اكتر من كده؟ تخيلي اتبقى منهم طبق. انا مش بعمل عينات، انا عارفه اكل ولادي قد ايه، فبعمل على قد اكلي واكل ولادي وجوزي. مش هعمل كتير لان انا عندي ولادي مش بياكلوا الاكل البايت. يعني في حاجات ممكن ياكلوها وحاجات لا، فليه انا اهدر في نعمه ربنا؟ بصوا بقى الملوخيه وجمالها وحلاوتها، يا لهوي على الجمال. الله 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 الله. بصوا وصلت معاكم هنا لنهايه الفيديو. ما تنسيش تحطي لاختك اللايك الجميل والكومنت الحلو. بحبكم في الله وربنا يديمكم نعمه في حياتي جوه قلبي وفوق راسي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وان شاء الله روتين جديد وتفريزات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.